الغطيان والعلب البلاستيك عامله لك كده كركبه في المطبخ، طلعيهم بقى وتعالوا النهارده نستفاد بيهم ونعمل منهم افكار حلوه جدا وكمان افكار جديده. اول فكره عندي النهارده هستخدم فيها كده اي غطا يكون متوفر عندي. زي ما احنا شايفين، اول حاجه هبتدي ان انا اجيب الغطا وبعد كده هبتدي ان انا احط عليه شمع بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا استخدم برضو اي بواقي قماش تكون عندنا، اذا كانت بقى من طرحه قديمه او حتى كمان من ملابس قديمه ما بنستخدمهاش، مفيش مشكله خالص. هبتدي ان انا اجيبها وزي ما احنا شايفين مع بعض هبتدي ان انا احطها على الغطا بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا انزلي كده في الكومنتات اكتبي كده تعليق جميل زيك، وكمان ما تنسيش تحطي اجمل لايك من ايدك الجميله. كده خلاص ثبت القماشه بتاعتي والدنيا كلها تمام، وبعد كده اكيد هيظهر عندنا زيادات هبتدي بقى ان انا طبعا امشي عليها كلها بالمقص بالشكل ده. كده خلاص شلنا كل الزيت اللي عندنا وده هيكون بقى الشكل بتاعنا. بعد كده هبتدي ان انا اجي هنا طبعا من ناحيه الغطا من جوه وبس، كل اللي احنا هنعمله هبتدي ان انا احط عليها طبعا شمع، وبعد كده هبتدي بس ان انا ادخل القماشه بتاعتي ناحيه جوه بالشكل ده. هتخلص معانا بسرعة جدا ومش هتاخد معانا وقت ولا أي حاجة. وده بقى هيكون شكلها. طيب بعد ما خلاص عملناها كده والدنيا كلها تمام، هبتدي بقى دلوقتي إن أنا أجيب أي طبعا كرتونة تكون عندنا، كرتونة بسيطة بس. بكل اللي أنا هعمله هبتدي أول حاجة إن أنا أحط طبعا على الغطا من ناحية جوه كده الشمع بتاعي على الإطار نفسه بتاع الغطا، وبعد كده هبتدي بقى إن أنا أثبت طبعا الغطا بتاعنا على الكرتونة اللي معانا. وبعد كده بقى نجيب المقص بتاعنا وابتدي بقى ان انا امشي على الكرتونه كده لحد طبعا ما اخلي الكرتونه وكمان الغطا نفس الشكل وكمان نفس المقاس. وبعد ما خلاص بقى ظبطنا الدنيا وده هيكون شكلها، بعد كده هبتدي برضو ان انا اعمل غطا تاني هيكون نفس طبعا مقاس الغطا الاولاني، وكمان برضو هبتدي انا اعمله بنفس الطريقه. هستخدم هنا بقى حبل خيش، هعمل بس كده كاطار، مش هزود ولا اي حاجه. هو كل الفكره ده انا هعمل بس كده دايره واحده، وكمان برضو هبتدي انا اعمل واحده تانية ناحيه بره. طيب ما عنديش بقى حبل خيش، مفيش مشكلة خالص، ممكن طبعا نستخدم خيط مكرمية أو حتى كمان أي حاجة تانية احنا حابينها، حتى كمان ممكن جدا نستخدم خيط صوف نضفره كده هيدينا برضو سمكه كويس. دي بقى الصفة التانية اللي احنا قلنا هنعملها زي ما احنا شايفين مع بعض. بثبت أول حاجة الشمع بتاعي وبعد كده بحط طبعا الخيط أو طبعا الحبل اللي معانا بمنتهى السهولة. بعد ما خلاص عملنا اول غطا نفس الفكرة برضو هنروح الغطا التاني، وبرضو بنفس الطريقة هبتدي برضو ان انا احط طبعا حبل الخيش اللي معايا. حبل الخيش بيتباع عند المحلات بتاعة أدوات الخياطة ورخيص جدا مش غالي ولا أي حاجة. ممكن طبعا نشتريه بالكيلو وممكن كمان طبعا نشتريه بالمتر، مفيش مشكلة خالص، ده موجود وده موجود. نفس الفكرة برضو بعمل صفة تانية علشان طبعا الاتنين زي ما قلنا يكونوا شكل واحد. واخر جزء كده ببتدي بقى ان انا اشيل طبعا الزياده كلها، وكل بس اللي انا اعمله ببتدي بقى ان انا اثبتها ناحيه تحت هنا علشان طبعا ما تبانش معايا بعد كده. عندي هنا بقى الورق الاخضر ده كان من الورده عندي قديم، هبتدي ان انا اجيبه زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا نضفناه كويس جدا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبته في النص هنا بالشكل ده. وبرده كده اخدمه بالشمع كويس علشان طبعا يكون مظبوط معانا ويكون كمان ما يتحركش بعد كده. كده خلاص عملنا الورد بتاعنا او بقى الورق بتاعنا. هبتدي كمان برضو ان انا احط كده فرع اخضر في النص علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى، وافتح بقى الدنيا كده بثلاث وردات علشان طبعا تظهر لي الدنيا اكتر واكتر. تحس برضو كده ان الدنيا فرقت كتير عن الاول. بحب بقى ان انا اشيل الجزء ده في الورد بتاعي علشان ما بيبقاش شكله كده حلو، فطبعا ببتدي ان انا اشيله واثبتها بقى بعد كده. اي بقى كده خيوط شمع تظهر عندنا ابتدي طبعا ان انا اشيلها كده اول باول زي ما احنا شايفين مع بعض. وكده عملنا اول غطا وكمان تاني غطا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هبتدي ان انا اجيب برضو حبل الخيش بتاعي، وهنا بقى محتاجه ان القطعتين دول يكونوا مقاس واحد. هقلب بقى كده اول غطا عندي، وكل بس اللي انا هعمله هبتدي انا احط كده نقطتين شمع كويسين ناحيه دي، وكمان برضو نقطتين شمع الناحيه التانية. اضغط كده عليه طبعا بالمقص علشان اضمن ان هو يكون ثابت معايا بعد كده. وبعد كده ممكن جدا بقى ان انا استخدم طبعا اي قطعه قماش علشان برضو اضمن ان هو هيكون ثابت عندي بعد كده. وبعد ما خلاص بقى ثبتنا طرف الحبل بتاعنا هبتدي ان انا اروح دلوقتي للجزء اللي هيكون طبعا تحت اللي هو طبعا الطرف التاني، وبرضو هثبت الجزء التاني فيه بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل تعليقه دلوقتي، وكل بس اللي احنا هنعمله هبتدي بس انا اثبت الجزئين دول في بعض كويس جدا، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اثبتها من ناحيه فوق بالشكل ده. بعد كده بقى ممكن جدا ان انا استخدم اي مسامير انا حباها. حبيت ان انا استخدم المسمار ده، كل بس اللي انا هعمله هبتدي ان انا اثبت واحد كده في النص، هيديني طبعا شكل حلو جدا. وتعالوا بقى نشوف هنستخدم فكرتنا في ايه وهنستخدمها ازاي. هستخدمها بقى كتعليق على المفاتيح بالشكل ده. فكرتها حلوه جدا وكمان بسيطه قوي، وطبعا اتعملت بمنتهى السهوله وما خدتش مننا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. حطوا بقى كده لايك جميل لاول فكره، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح على تاني فكره عندنا النهارده. وتاني فكره بقى عندنا النهارده هبتدي ان انا استخدم فيها كده اي علبه كريم تكون عندي.
وعندي هنا كمان زي ما احنا شايفين مع بعض القماش ده هبتدي ان انا استخدمه. اول حاجه طبعا غلفت العلبه من بره، وبعد كده هبتدي بقى ان انا انزل تحت كده وهغلف برضو القاعده بتاعه العلبه اللي معايا. بعد ما خلاص بقى غلفنا العلبه كلها والدنيا كلها تمام، ممكن هنا بقى ان انا استخدم على فكره لمبه كده قديمه تكون عندي مفيش مشكله خالص. وبعد كده هبتدي بس ان انا اجيبها واحط فيها ورد زي ما احنا شايفين مع بعض من جوه بالشكل ده. اخدم بقى الورد بتاعي كده كويس بالشمع علشان اضمن برضو ان هو هيكون ثابت معانا بعد كده. حابين بقى نحط جليتر مفيش مشكله خالص، بس هنا حبيت ان استخدم الورد بس. وبعد كده هستخدم هنا بقى الاضاءه دي هتديني شكل حلو جدا. زي ما احنا شايفين اول حاجه ببتدي بس ان انا ادخل كده السلك بتاعي، وبعد كده طبعا الوحده نفسها بسيبها ناحيه بره. هدخل بقى دلوقتي الوحده بتاعتي طبعا في العلبه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وبعد كده هبتدي ان انا اثبت بقى الجزء اللي فوق ده برضو في العلبه بتاعتنا بالطريقه دي. وبرضه هبتدي ان انا اخدمها من ناحيه بره كده بالشمع. وهنا بقى ممكن طبعا ان انا استخدم زي ما احنا شايفين كده اي استراس عندي هيديني طبعا شكل حلو جدا. حطيت جزء فوق وكمان برضو جزء ناحيه تحت. طيب دلوقتي بقى محتاجه ان انا طبعا اخرج الوحده نفسها، فهبتدي انا اجيب هنا الكاويه او حتى كمان سكينه كده سخنه، طبعا ما بستخدمهاش في اي حاجه غير الاعمال اليدويه بتاعتي. هبتدي ان انا اجيبها وافتح بس فتحه بسيطه علشان طبعا اخرج الوحده نفسها. بعد كده هبتدي بس ان انا اظبطها علشان اضمن ان هي تكون ثابته معايا بعد كده. وهنا بقى ممكن طبعا ان انا اثبتها بالشمع مفيش مشكله خالص. هدخلها كده لحد ما تتظبط معايا وكمان تكون ثابته بعد كده. وبعد كده هقفل عليها بالشمع وما نقلقش خالص، طبعا من الشمع بتاعنا مش هيحصل لها اي حاجه. تعالوا بقى دلوقتي نشوفها بعد ما خلاص ثبتناها. زي ما احنا شايفين مع بعض مجرد بس ما بضغط عليها كده بصبع بتفتح وبتقيد وبتنور، وكمان شكلها حلو قوي. واهم حاجه بقى في الموضوع ان محدش خالص هيصدق ان احنا عملناها بايدينا. فكرتها حلوه جدا وكمان عمليه قوي، ومن اي علبه كريم طبعا ممكن جدا احنا نعملها ونستفاد بيها. ودي كانت تاني فكره عندنا النهارده. حطوا بقى كده لايك جميل لتاني فكره، وتعالوا بينا بقى دلوقتي كده ندخل بايدينا اليمين على تالت فكره عندنا النهارده. وتالت فكرة بقى عندنا النهاردة هستخدم فيها كده أي علبة بلاستيك تكون متوفرة عندي، ملناش دعوة خالص بالجزء اللي ظهر ده. العلبة دي هي اللي احنا هنستخدمها مع بعض. ممكن طبعا نستخدم العلبة الشفافة مفيش مشكلة خالص. هبتدي أول حاجة إن أنا أشيل كده الإيد بتاعة العلبة، وبعد كده هبتدي إن أنا أستخدم أي ستيكر بقى أنا حابة إن أنا أستخدمه، إذا كان الشكل ده أو حتى كمان شكل تاني مفيش مشكلة خالص. وعلشان اغلفها كويس جدا هبتدي اول حاجه ان انا اغلف الجزء اللي تحت، وبعد كده هبتدي ان انا اطلع فوق وابتدي بقى ان انا اغلف الجزء اللي فوق زي ما احنا شايفين مع بعض بالطريقه دي، ناحيه ناحيه كده علشان اضمن ان هي تتغلف معايا سهله قوي. زي ما احنا شايفين كده خلاص غلفت اول ناحيه. هبتدي برضو ان انا اجيب جزء تاني ونفس الفكره برضو هبتدي ان انا اغلف برضو الجزء التاني وبعد كده التالت طبعا. وبعد ما خلاص بقى غلفت العلبة بتاعتي كلها والدنيا كلها تمام، ده هيكون بقى الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي بقى دلوقتي ان انا هجيب هنا اي رسمة انا حابة ان استخدمها، اذا كانت بقى الرسمة دي او حتى كمان اي رسمة تانية مفيش مشكلة خالص. اللي حابة بقى تستخدميه استخدميه. حبيت ان انا استخدم الرسمة دي شكلها حلو كده وتحسوا انها مبهجة شوية. اول حاجة طبعا شلت بقى كل الزيادات اللي عندي طبعا اللي بتكون حواليها، وبعد كده هبتدي انا استخدم هنا اي كرتونة كده قديمة تكون عندي. هستخدم هنا كمان ورنيش مائي زي ما احنا شايفين طبعا هو بيكون لونه ابيض بس هو بيشف بعد كده وبيكون شفاف. هبتدي بقى اول حاجه ان انا احط كده الورنيش بتاعي طبعا ناحيه تحت، وبعد كده ممكن طبعا ان انا اثبت بقى اي حاجه انا حابه ان انا اثبتها. الورنيش المائي بيتباع عند طبعا الموال وبيبقى رخيص جدا مش غالي ولا اي حاجه، ممكن جدا نجيب ب5 جنيه، وطبعا قلت كتير كده قبل كده وطبعا بيقضينا كتير جدا جدا. بيتباع كده ب5 جنيه في علبة، فطبعا هيقضينا زي ما قلنا كتير قوي. ببتدي بقى ان انا اثبت طبعا الرسمة بتاعتي بمنتهى السهولة بالشكل ده. ما عنديش بقى الرولة الصغيرة دي مفيش مشكلة خالص، ممكن طبعا نستخدم اي سبونشة كده بتاعت المواعين وهتقضي الغرض وهتكون طبعا حلوة جدا. حطينا بقى الورنيش بتاعنا فوق وكمان تحت وكمان سيبناها تنشف وده هيكون شكلها. بعد كده بقى نجيب المقص بتاعنا، وطبعا بقى هنا كل الكرتون اللي هيكون زيادة هنا هبتدي ان انا افرغه بالشكل ده. كل بس اللي انا محتاجاه هو الشكل بتاعي اللي انا طبعا اخترته من الاول خالص. همشي بقى عليها كلها لحد ما اخلصها كلها، واكيد طبعا مش هتاخد مننا ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وده هيكون شكلها. علشان بقى اظهر الدنيا عندي اكتر واكتر حبيت هنا بقى ان انا استخدم حبل خيش. حابين نستخدمه مش حابين مفيش مشكله خالص، بس انا حبيت بس كده ان انا ادير طبعا الكرتون من ناحيه طبعا بره بالشكل ده. همشي بقى عليها كلها. ممكن على فكرة كمان نستخدم خيط مكرمية وبرضه نضفره هيدينا شكل حلو جدا، او حتى كمان برضه نستخدمه كده مفيش مشكلة خالص. اهم حاجة يكون عندنا كده تناسق في الالوان علشان الشكل في النهاية طبعا يطلع معانا حلو. كده خلاص عملت اول ناحية. هبتدي برضه ان انا اكمل برضه بنفس الطريقة الناحية التانية. بنحط اول حاجة الشمع بتاعنا وبعد كده بثبت بقى الحبل اللي معايا بمنتهى السهولة.
ما فاضلش بقى عندنا غير الناحية دي، وزي ما قلنا هتخلص معانا بسرعة جدا وكمان مش هتاخد معانا وقت خالص. طبعا بقى الجزء الأخير ده مش هنقصه ولا أي حاجة، هبتدي بس كده إن أنا أدخله ناحية ورا علشان ما يبانش عندنا بعد كده. نرجع بقى دلوقتي العلبة بتاعتنا. أول حاجة هعملها في العلبة بتاعتي هبتدي أنا أحط كده حبل خيش فوق، وكمان برضو نفس الفكرة هبتدي أنا أثبت حبل خيش برضو من ناحية تحت علشان الشكل عندنا فوق يكون طبعا لايق على تحت. نجيب بقى دلوقتي الرسمة بتاعتنا وهاجي كده من الجناب وهبتدي ان انا اثبت عليها كده شمع زي ما احنا شايفين مع بعض. وبعد كده هبتدي بقى دلوقتي ان انا طبعا اثبتها جوه العلبة بالطريقة دي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنستخدمها في ايه وهنستخدمها ازاي. انا عن نفسي هستخدمها كاستخدامين اتنين. اول استخدام ليها ان انا ممكن طبعا احط فيها كده الادوات بالشكل ده، وممكن تاني استخدام ليها ان انا احط بقى فيها الاكياس. هتكون برضو فكره حلوه جدا وكمان عمليه قوي. وده كان فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا النهارده سمر بتشوفوني. واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله.